اليوم لقاء كبير عملناه مع أول صحافي في الإذاعة التونسية، أول صحافي في قسم شريط الأنباء اللي توا النشرة الرئيسية للأخبار متاع 8، اللي هو من مواليد 3 سبتمبر عام 34، يعني قرابة 90 سنة. وما شاء الله عليه حبينا نكرموه كجمعية كما باش نكرموا عدد كبير من الزملاء اللي خدموا في المؤسسة هذه منذ تأسيسها إلى حد الآن. التفاتة لطيفة من جمعية قدماء الإذاعة والتلفزة، ونشكر المسؤولين عليها، ومناسبة باش التقيت معناها بالزملاء قدم وبالأجيال الجديدة متاع الإعلاميين والإعلاميات. معكم محمد المحرزي. هذا الصوت بهذه الطريقة بقي راسخا في أذهاننا وأحبيناه من صغار، تربينا على صوته، وكذلك من صغار عرفناه بأناقته وبلغته السلسة والطيبة وبصوته الحنين والرايد. سي محمد المحرزي كما كتبت أنا على صورته هذه التي ترينها، مناضل بقلب أسد، سيرة عطرة، نجم ساطع في سماء تونس، فخر الإذاعة والتلفزة التونسية، صوت كالجدول الرقراق، قامة وقيمة. إذا كانت فرصة اليوم باش التقينا بسي محمد المحرزي وشفناه من قريب من جديد وهو في صحة جيدة والحمد لله، وأكرم الرجل، وهذا أقل ما يمكن أن تقوم به جمعية خدماء الإذاعة والتلفزيون. تجربة رجل محطة من أهم المحطات التي عاشها في الإذاعة، في التلفزة، في الأمم المتحدة، في الصحافة المكتوبة، ثم كذلك في العمل الدبلوماسي. هذه التجارب التي علينا أن نثمنها، وعلينا كذلك أن نسقط عليها عناصر التحليل حتى نحقق ما يسمى بالتواصل بين الأجيال. الفرصة هذه خلتنا نتلاقحوا تلاقح الأجيال باش نقفوا على فصل تاريخي مهم من تاريخ البلاد هذه والإعلام خاصة اللي يواكب مرحلة الاستقلال وما بعد الاستقلال وبناء الدولة الحديثة، وهذا التاريخ يجب أن يوثق. أضاف لنا الكثير نحن كطلبة بماجستير مع الصحافة، عرفنا الحقبات التاريخية اللي مر بها والظروف اللي خدم فيها، وعرفنا على برشا حاجات وبرشا شخصيات ربما كنا نحن نجهلوها. سي محمد المحرزي منذ قليل كان يتحدث على تفاصيل يمكن يجهلها العديد من الأجيال، وهو بهذه الشهادة التي أعطاها يوثق مرحلة تاريخية من مرحلة تونس الحديثة والمعاصرة. الحقيقة أعطانا درس في الصحافة، أعطانا درس في خدمة تونس، أعطانا درس في كيفاش نجم تكون متمرس. الإعلاميين ساعة نوصيهم بالضمير وبالإخلاص في المهنة، الإخلاص والصدق معناها، وما تهزهمش الأطماع، فهمتني، ويكونوا يشرفوا المهنة هذيك، لأن هذيك مهنة متاع شرف ومهنة متاع ضمير. هذا هو الإعلام. الجمعية هذه عندها برشا أهداف، من جملة الأهداف اللقاء بين القدامى والمحدثين، بين الناس اللي خدمت في المؤسسة هذه سنوات، وبين الأجيال الجديدة اللي تقرأ في معهد الصحافة والمذيعين والمنشطين وكذا. لما كما شفت اليوم لما حلوة برشا، حبينا لما هذه نعملوها مرة في الشهر بصفة دورية، وهذا يزيد يقربنا لبعضنا، وهذا الكل نحب نوثقوه بعد باش نعملوا كتيب خاص بالشخصيات اللي تعدات من هوني من الإذاعة والتلفزة، ويقعد وثيقة للأجيال القادمة. وإن شاء الله هذا تواصل الأجيال، وإن شاء الله هذه سنة حميدة إن شاء الله يقع اتباعها، تكريم الناس الكل اللي ساهموا في بناء هذا المعلم الكبير من معالم الحضارة التونسية، وهو معناها الميدان الإعلام اللي احنا نعتبروه الناس اللي بدينا الإعلام مع بداية الاستقلال وميلاد الدولة التونسية الحرة، نسميوه إعلام النصر، مش كما توا اللي يوصلوا الإعلام يوصلوا في الإعلام بحاجات أخرى. احنا إعلام النصر، وإن شاء الله النصر دائما لتونس يتواصل، وديما تقعد تبداوا انتوما إعلام النصر إن شاء الله من جيل إلى جيل.